دراسة صحيحة 100%، وأسبابها متعددة وواقعية، شاء من شاء وأبى من أبى. وأول سبب رئيسي لهذا الموضوع أن هناك عدم توافق فكري ما بين الكويت والكويتية. أيضا الخيارات خارج الكويت مفتوحة، بالكويت الخيارات محدودة، ناهيك عن قضاء المهور، طلبات الكويتية اللي ما تخلص. السعودية قنوعة، طيب رجال، السعودية تراعي حالة الزوج المادية وتقدر ذلك. الكويتية تحط ريل بالسماء وريل بالأرض، أروح ماربية أروح ماربية. يعني إذا الزوج غير مقتدر ماديا أو ما عنده الصيف، لو يودي السعودية دبي أسبوع بترد بوس على راسك تقول له مشكور وما قصرت. الكويتية تبي تقعد 3 شهور بماربية، يا أخي تحسسك إن عمها إخوان كارلوس. إيش فيك؟ ما عند الرجال يبوق. ليش قم شو بنت خالتها ريلها يوديها 4 شهور ماربية لازم هي تروح؟ زين قم شو ريلها أبوه حرامي، ريلك ايش ذنبه؟ ويعني عشان نكون واضحين، هناك توافق فكري بين الكويتي والسعودية، ولكن السعودي والكويتية أيضا ما في توافق. الكويتية ما ركبوا وياها شيء، صعب. واحنا للحين ما دخلنا في مقاييس الجمال الذي هو طبعا كفة السعودية أرجح، ولكن لا يخلو من وجود كويتيات جميلات، يعني ما ننكر هالشيء. هالأمر ما كان موجود قبل، لأن الكويتية كانت هي رقم 1 في الذوق والكشخة وغيرها، ولكن الحين كل من طافها حالها حال الكويت كبرها، كل من طافنا. والمرأة السعودية ميزتها تقول لك أنت فصل وأنا ألبس. الكويتية لو تحط لها خياط بكبرة بالبيت ماكو فايدة. طبعا هي لو خليت خربت، ما نعمم نقول الكل، ولكن السواد الأعظم في مجموعة الله يعينها ضاعوا بالطوشة. واللي تقول أنا ما تشرط لا شوف، دي واحدة يا جيكرة يا باقي لك أسبوعين وتسكربين. وأيضا هناك عدم توافق فكري بين الشاب السعودي والشاب السعودية. الشاب السعودي وايد حجر، السعودية مو فري بس تبي تشمهوي. وأيضا من ناحية مادية وناحية تكلفة، الزواج من السعودية مصاريفها أقل بكثير من الزواج من الكويتية. بعدين الكويتي راح أخذ السعودية ترى ما راح بعيد، طلع من بيته وراح بيته. أهلنا وأخواننا وجيراننا ماكو فرق. إيش فيكم؟ فكر فيها جي. لما تنادي زوجتك جوهرة لبي يا أبو، مو أحسن من ما غنيمة بعدين للأمانة لازم تشوفوا لكم حل بسالفة المكياج. والله العظيم مو تنازل، قاعد أتكلم جد، يعني نصيحة أخوية، أخوكم الصغيرة. السعودية تك 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 كأنك مكيج نملة، الكويتية كأنك صابغ فيل، مليون لون. السعودية إذا زعلت كانت ودني بيت أهلي، قطها المطار تروح بطيارتها. الكويتية تعال ود وزحمة وسيارات واحد يلف عليك، ليش عاد؟ وبعدين روح بعيد ورد سالم، هذا رقم 1. ثاني شيء الكويتية بتاخذها باكر ودخلتها يبي واسطة بالمرور، هذا يبي يشتغلها تبتدش. وبعدين في سبب ثاني، قانون الطلاق بالكويت يلعن والده والدين مع 10 ريال. إن شاء الله حاتني، يعني خذيتها طلعت تشاخر، طلعت ترفس وهي نايمة، زي ما بيه. ليش أنقل معاشي؟ لأن هي ترفس بالليل. بعدين لازم تفهمون بناتكم، كل هوشة والثانية طلقني، هاي دافع فيش دم قلبي أنا، شنو طلقني؟ السعودية أقضى مهر يعني يقول 100,000 ريال، قسمها على 13 7,000 8,000 ريال، 7,700. الكويت فتح الباب 10,000، غير الشبكة، غير باتر تنقز. والله أبي بلقيس، أنا شكو بلقيس. لا أنا متفق مع بلقيس، لو تزوجت بتغني بعرسي ببلاش، والفرقة عليها بعد، أنا علي الماي بس. السبب الرئيسي لأن الكويتية كانت يوم كانت الأوحد كانت شايفة الخشم هني، يوم لقينا اكتشفنا الشعوب الأخرى دشوا الطوفة كلهم. لو دمنا لغيرك ما اتصلنا إليك عزيزتي الكويتية. الدنيا دوارة، عبود شايفين عمركم علينا يقشربوا الحين. يعني أحد تلامذتي الشبيب المضاحك أبو صالح تو خاطب من السعودية. يا أخي في عقل يشتغل يا أخي.
وانا ما قاعد اتكلم عن جمالها، يعني مثلا جمال في كويتيات جميلات، بس انا شو اسوي؟ اخذ واحده شكل هيفاء وهبي المخ صبحي توفيق. السعوديه شنو طلباتها؟ تبي تروح 4 أيام دبي، سيدي عبد المجيد، ليلتين البحرين، قناعه. وعشان لا تقول اني قاعد اظلم الكويتيات، يا اخي جرب تزوج كويتيه وعقب سنه تزوج عليها سعوديه وشوف الفرق.